يا صباح الفل وصباح الهنا وصباح الياسمين وصباح السعادة، عاملين ايه يا حبايب قلبي؟ يا رب تكونوا يا رب في صحة وعافية يا رب العالمين. صباحكم معطر بذكر الله، أحلى بنات في الدنيا. بصوا بقى، صلوا على النبي واعملوا لايك للفيديو، وبالله عليكم ما تبخلوا عليا بالاشتراك وباللايك. اللايك بيرفع الفيديو بيخليه في المقترحات. بصوا بقى، عايزه اقول لكم ان انا كان نفسي قوي في العيش المرحرح ده من زمان، يعني مش قادره اقول لكم ازاي. شايفين؟ يا رب كده الكاميرا تبقى جايباه. انا كنت بلاقي منه زمان يا بنات في السوق. بصوا، كنت بلاقي منه زمان في السوق بيبقى طري. ده بصوا ناشف، بيبقى عامل زي الرقاق. يعني ابن ابني اول ما دخلت بيقول لي ايه ده يا ماما؟ رقاق. شايفين؟ شايفين؟ ده الكيلو ب 45 جنيه. بصوا بيتكسر ازاي. ده الكيلو ب 45 جنيه، شنطه على بعضها. انا كان نفسي فيه من زمان قوي، وقلت لا لازم اخد قرار كده واجيبه. انا عارفه ان محدش هياكل منه الا انا، او ممكن محمد وبلال يدوقوه. ماشي، اللفه دي كيلو ب 45 جنيه. ماشي، ونزلت جبت كده شويه حاجات. والله العظيم عايزه اقول لكم ان انا ما بقدرش اشيل تقيل، يعني ويعني بتعب قوي لما اشيل تقيل. ظهري بيوجعني زي ما انتم عارفين، فبجيب على قد ما بقدر. كل مره انزل اجيب حاجه من اللي انا عايزاها. اكتبوا لي كده في التعليقات. انا كان الفلاحين زمان يقولوا لي هو معمول بحلبه، لكن اللي انا خدتها منها، الفلاحه اللي خدتها منها قالت لي ده معمول بدقيق ابيض ودقيق ذره. فانا مش عارفه بصراحه. انا جبته عشان اللي يعني ايه، يعني بين الوجبات كده ارمش كده فيه، او ابله بميه كده واكله بجبنه ولا حاجه. انا بحب الحاجات دي قوي، بحب الحاجات الفلاحه دي قوي. طب نصلي على النبي كده وندخل بقى على الفيديو ونشوف احنا جبنا ايه. بصوا انتوا عارفين ان انا الغساله بتاعتي فوق اوتوماتيك اللي هي الفريش، فبقيت استعمل لها مسحوق عادي. ممكن ساعات اجيب لها مسحوق اوتوماتيك، وممكن اجيب لها ايه عادي. هي اوتوماتيك وعادي تمشي الاثنين. جبت شنطه الباهي دي، انا اول مره اجيبها من الكبيره. كنت بجيب الكيس الصغيره. الكيس ده استنى بطلع لكم، ده ب 55 جنيه. ده برضو احط يعني ايه مسحوق غالي على رخيص، يعني اللي احنا عايزين نمسك ايدينا شويه. بصوا ده باللافندر. اللي عجبني ان هو، انا بحب اي حاجه اصلا باللافندر. بصوا اجيب لكم دي بكام؟ دي ب 55 جنيه يا بنات. استنى ما اجيب لكم الوزن بتاعها. الوزن بتاعها اهو. ايه الغباء اللي انا فيه ده يا ولاد؟ الوزن بتاعها فين؟ استنى ما اجيب لكم الوزن. هي دي 2 كيلو ونص تقريبا، يعني لقيت لي دي 2 كيلو ونص بتاعت السوبر ماركت. تمام. يبقى احنا هنعمل ايه؟ انا بعمل معادله، بحط برضو عليها كلوروكس الوان، بتنضف قوي قوي. يعني انا عرفت اتعامل مع الغساله ازاي. بحط مسحوق كتير قوي. يعني اما تحطي مسحوق عادي كتري. يعني انا كنت بحط في الغساله الاوتوماتيك كوبايه. لا دي انت هتحطي كوبايتين، كوبايتين من المسحوق العادي، وحطي حبه كلوروكس الوان وبشر صابون لو انت عندك، بس تحطيه مصفي كده، صفيه بمصفى. مش كده؟ برضو جايبه انا ايه، ببصوا معاهم. انا ببعده عشان ما يكرفش على الاكل. انا عندي صابون، بس بحب كل ما انزل اجيب صابون تاني. دي صابونه ب 10 وصابونه ب 15، جبت 4. ماشي كده. دي الواحده ب 10. ماشي، ريحتها حلوه قوي. ودولت الواحده ب 15، 15 جنيه. ماشي كده. احنا جبنا الصابون، وانا عندي اصلا صابون، بحب يبقى عندي صابون كتير في البيت في الحمام. بصوا بقى، انا بحط من المسحوق الاوكسي. الاوكسي طبعا بينضف اكتر من باهي. الباهي ده معفن عايزه اقول لكم، بس انا ايه، لما تحطي من ده على ده بيديكي ظبط حلو قوي. ما كنتش لاقيه الكيس ابو 25، فجبت ب 50 جنيه بقى ايه، كيس بخمسه وكيس ب 10. الاكياس دي كلها ب 50 جنيه. جبنا ده ب 50 وده ب 55. ده كده يقعد إيه عندي حبه. وحط عليه حبه كلوروكس الوان محترمين. كلوروكس الوان مش السايب بتاع الصابون، لا الازايز المقفوله، الازازه اللي هي ام 23 جنيه. تمام. تظبط معاكي حلو قوي لو انت عندك فريش 9 كيلو زيي. وفري في المسحوق، ما تحطيش كله اوتوماتيك. اوتوماتيك جربي معاها العاديه دي، والله العظيم حلوه جدا. انت عايزه تستعملي بقى الكوبايه بتاعه الاوتوماتيك زي الفل. يبقى انا لقيت بصراحه لما جربت ده وجربت ده، فبقول لكم اللي انا جربته وتجربتي فيه. بحط الاوكسي والباهي ماشي على بعض، ونحط حبه كلوكس الوان حلوه. هتطلع لك الغسيل قشطه. لو عندك برو صابون، بوشيه في شويه ميه في الحمام، في اي حاجه، في ازازه زي ما انا بعمل ولا حاجه، وحوشيه وتعالي صفيه وحطي على الغساله وهي بتغسل. تحفه جدا. وعايزه اقول لكم ارجعوا كمان للصابون الغسيل بتاع زمان يا بنات، والله العظيم حلو. بشروه وبوشوه في ميه ويحطوا منه على الغسيل. بصوا بيقضي على البقع بطريقه مش قادره اقول لكم، ده عن تجربه. تمام. انا كنت الاول بقول الغساله ما يعني ما كنتش عارفه اتعامل معاها، بس بصراحه لما كترت المسحوق وبقيت احط الحاجات اللي بقول لكم على كلوروكس الالوان، تحفه تحفه تحفه. حطي منه بينضف جدا. تمام كده. دي حاجه المنظفات اللي احنا جبناها. بالله عليكم ما تنسوني في اللايك، بالله عليكم ما تتخطوا الاعلان. يعني شوفوا لي الاعلانات، الله يكبر خاطركم يا رب، يفرح قلب كل اللي يفرحني يا رب كده، ويكبر بخاطري كده. خليكم كده جبارين خواطر، وافتحوا لنا باب رزق يا حبايب قلبي. اللهم صل على حضرة النبي. بصوا جبت ازازة حلوة دي ب 65 جنيه. دي كيلو. ماشي. عايزة اقول لكم والله لو انا قادرة اشيل كنت جبت 3 او جبت 4. يعني مش قادرة اشيل، والله العظيم مش قادرة اشيل. لدرجة ان بتاعة السوبر ماركت قالت لي اطلع معاكي الولد يشيل معاكي. مش قادرة امشي، مش قادرة.
ضهري من ساعه ما تعب وجالي التهاب في كتفي، وانا ما بقدرش اشيل زي الاول. ان شاء الله اجيب شنطه سوق، لان انا عندي شنطه سوق زي ما انتم عارفين في البلكونه، اللي هي الحديد التقيل، بس تقيله جدا. انا لما بجرها ضهري بيوجعني، لو جريتها خفيفه من غير حاجه ضهري بيوجعني، فما بالك انا لو مليتها بقى. كنت جايباها غاليه جدا من زمان، ومن ساعه ما ضهري تعب ما بقتش اجرها، فانا عايزه ابيعها واجيب واحده تانية بصراحه، لان تعبتني قوي قوي، مش قادره ان انا بصراحه، وهي اصلا زي الدهيه. اللي محملني عليها ان انا حاطه فيها جوزي لما جاب العصافير. جمع لي التوم، انا كنت حاطه التوم في البلكونه، جمع لي التوم كله، الخزين بتاع التوم بتاع السنه كله في الشنطه بتاعت السوق دي، عشان هي حديد. وما شاء الله ملالي البلكونه عصافير، الله يا رب يفرح قلبه، يا رب فيهم ويكبروا فيهم يا رب العالمين. ماشي كده. دي ازازه حلوه، احنا قلنا دي للقلي، دي احسن حاجه للقلوه حلوه، يعني بستعمل سندباد الاول، ما لقيتش سندباد اجيب حلوه. دول احلى حاجه في القليه على فكره. تمام كده. اللهم صل على حضره النبي، صلوا على النبي. وشوفوا الاعلانات يا جماعه، وشوفوا الفيديوهات القديمه بالاعلانات، الله يكبر خاطركم يا رب. جبت بيضه عشان خاطر بلال باشا، بس ايه، لبن وبيض على طول عشان رجليه. البيضه البلدي ب5 جنيه، لكن البيضه العاديه البيضه والحمراء اللي بره، البيضه ب4 ونص، ب5 الا ربع. في اماكن بتباع ب4 ونص، وفي اماكن ب5 الا ربع. دي البيضه البلدي ب5 جنيه النهارده، فجايبه له هو لبن وجايبه له هو بيض. احنا بنشرب احنا لبن بخير، وعلى الشاي باللبن والقهوه بلبن. ما بجيبش اللبن البلدي لما اكون هعمل حاجه حلوه بس. ولسه هبتدي بقى معاه، مش عارفه يرضى يشرب منه ولا لا. قالوا لي هاتوا لي لبن بلدي بدل ما تجيبي له لبن بخيره. فيا رب يرضى يشرب منه، واشيل منه وش اللبن. اشيل وش اللبن عشان بعمله زبده، وما يعمل الزبده اللي انا الحمد لله يعني زي ما انتم عارفين يعني. فادي اللبن وادي البيض بتاع البيكيا مستنيني عشان اجي اصور، عشان ما شاء الله والله. طيب عايزه اقول لكم ان انا اول مره اجيب دبس الرمان اللي زادتي ب25 جنيه. ماشي كده، اول مره اجيب دبس الرمان. عايزه اجيبه عشان هعمل بيه وصفه بتاعه البرغل. واحده صاحبتي عملتها، فانا لسه هجربها، وانا بصراحه نفسي راحت لها لما هي بعتتها لي كده على الواتس وشفتها يعني. ده نص كيلو برغل ب20 جنيه، البرغل ب40 جنيه، بتقولوا برغل ناعم. بصوا بقى، هي حمرت البصله. وبعد ما حمرت البصله قالت لي بصي يا مروه، بعد ما حمرت البصله نزلت عليها بحبه صلصه، وبعد كده نزلت عليها بالبتاع دوت بالبرغل، بيكون مغسول طبعا. تنزل عليها بيه وتسيبه كده على النار سيكه دقيقه، وبعد ما تطفي عليه تقوم حاطه له بقى دبس الرمان ده، ومخرطه له بصل اخضر. انا جايبه بصل اخضر ومخرطه له بقدونس، وتكوروا كده وهو ني كده 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 كده، كور كور او صوابع صوابع كده، اللي العيال ياكلوه. فانا بصراحه نفسي راحت له ونفسي اجربه. البرغل ليه فوائد كتيره جدا، فانا هجرب الوصفه دي كده ان شاء الله الرحمن باذن الله. انا هجربها ليه، انا هجرب في حبه صغيرين ليه، انا اشوف حلو ولا لا. ف اللهم صل على حضره النبي. كده ايه كده، ده البرغل. وطبعا جبت الشعير عشان خاطر حبيبه جنبها لسه واجعها زي ما انتم عارفين. قالت لي يا ماما تيلي شعير ربنا يهديها وتشربه. كان عندي شعير بس لقيته صراحه سوس. ده لسه هنخوله وانقيه بقى. بصوا بمسكه هنخوله الاول وبعد كده انقيه، اشيل منه الحصاوي دي كده. انا اصلا بحب اشرب كمان شعير، انا بحب اشربه جدا. دي حاجه الست حبيبه، ست الحبايب يا حبيبي، الشعير. ماشي كده. طيب عايزه اقول لكم ان انا جبت الرمان 3 مرات ورا بعض، مرتين ورا بعض ما دقتوش. الله اكبر ما شاء الله لا قوه الا بالله. بلال مش مخلي رمان في البيت، اللهم صل على النبي. دول 2 كيلو رمان ب50 جنيه، كيلو ب25 جنيه. المره اللي فاتت واللي قبلها ما دقتوش يا بنات، ما دقتوش. بلال مش مخليه لي لا شابس ولا يابس، الله يحفظك يا ابني يا رب ما شاء الله. ماشي، هو حلو، انا بفرح لما بياكله. ماشي كده يعني، بيحب الرمان جدا. آه، ده الرمان اللي احنا جبناه. مش انا عايزه بس عماله ابعد الحاجه عشان ما تجيش ناحيه الاريال والصابون، عشان ما تكرفش. طبعا جبت حزمه النعناع دي. الحزمه يا بنات ب2 جنيه. ماشي. وحزمه البقدونس بجنيه. عايزه اقول لكم ان امبارح قعدت طول اليوم اعمل في الشتوي والصيفي، زائد ان انا كمان طبخت، يعني كنت عامله بسله ورز ولحمه وسلطه. ولعت على اللحمه اول لما صحيت من النوم. قلت على ما اللحمه تستوي اكون انا خلصت حبه في الشتوي، وبعد كده فرشت المفرش الشتوي، ومسكت السجاد نفضتها وكنست الشقه كلها، وفرشت الشقه. طب البنات بناتك فين؟ حبيبه كانت في الكليه، وهاجر اصلا كانت تعبانه، فكان بطنها وجعاها. فاعمل لي الدبس انا حضرتي انا الحمد لله. عايزه اقول لكم انا بقيت اعمل دلوقتي ايه بقى. النعناع كل ما بعلقه في المطبخ، بغسله كويس قوي، فك الربطه دي اللي مربوطه بيه دي، واغسله كويس قوي واسيبه في المطبقيه كده، معلقاه في العليقه بتاعه المطبقيه. راحه جايه انا وجوزي مش بنشرب الشاي غير بالنعناع، حبيناه قوي. حبينا الشاي بالنعناع قوي، كنا الاول بنشربه من غير نعناع. فبقوم قطفه وحطاه، حتى لما ينشف كده اقوم حاطه حبه وحبه، يعني بقيت الحزمه تخلص اجيب غيرها. وده يفضل بقى في المطبخ بينشف، الهواء بينشفه كمان. فما بقيتش اشيله. حزمه البقدونس بجنيه. ماشي، عشان اعمل الوصفه بتاعت صاحبتي.
اللي هي بقدونس وبصل اخضر، بتفرميه عليهم كمان، بتحطي بعد ما تقطعي البصله وتشوحيها، انزلي عليها بالصلصه. لو انتوا بتعملوا الاكله دي اكتبوا لي في التعليقات، تقريبا السعوديين بيعملوها اكتر. وتنزلي عليها بالبرغل يكون مغسول، وبعد كده تديها دقيقه تسخين معاها، دقيقه واحده بس، وتطفي وتقطعي عليها بقى بقدونس مفروم وبصل اخضر مفروم، وتكوريها كده وتاكلوا. لو عجبت العيال يا سلام، ده انا هشتغل لهم عليها على طول. هقول لكم ان شاء الله تبقى حلوه ولا لا، وهقول لكم لو لما اجي اصور لكم تاني. تمام. جبنا كيلو خيار، عايزه اخلل منه حبه، انا بخلل اول باول لان بحب الخيار يبقى مقرمش، مش مهري كده يعني. اول باول يعني ممكن اخلل نص كيلو يخلص اعمل غيره. إيه، ما بقتش اجيب مخلل من بره، بجيب المخلل من بره مهري، واستغفر الله العظيم يا رب وحش جدا، وساعات بيبقى حمضان. فانا قرفت من المخللات اللي بره والله العظيم، قرفت جدا. فبقيت اعمله في البيت الخيار، وان شاء الله هجيب لفت واخلله باذن الله. ما خللتش لسه لفت خالص من ساعه ما طلع، عايزه اجيبه واعمله ان شاء الله باذن الله. ده يبقى ده كيلو خيار. الكيلو خيار يا بنات ب 14 جنيه. صليتوا بينا على النبي صلى الله عليه وسلم. بصوا بقى، انا عايزه اقول لكم الراجل الباشا اللي عنده التليفون ده عنده محل بيبيع بن يعني وكده، فاول مره اجرب من عنده. قلت له يعني انا بدور بصراحه على حاجه موفره شويه، لان البن يعني عايزه اقول لكم انا بجيب ب 600 جنيه بن لينا وجوزي بس بنشرب بن. هو بشرب 2 في اليوم، وهو 2 في اليوم، نادرا لو شربت 3 كوبايات، فاللي هو بيستهلك بقى ميزانيه لوحده. 600 جنيه بن في الشهر. الاول كان 500، دلوقتي لما البن غلي بقى ب 600 جنيه. فعايزه بدور على حاجه يكون طعمها حلو، قلت لكم اكتبوا لي في التعليقات، عايزه حاجه يكون طعمها حلو وموفره برده، ما تبقاش غاليه. فالراجل قال لي جربي ده هيعجبك قوي، ده بن برازيلي ده يا بنات 8 كيلو. ب 8 كيلو طبعا 125 جرام ب 40 جنيه. فلقيته اوفر من عبد المعبود المحوج الفاتح اللي انا بجيبه. بجيب ال 100 جرام دلوقتي بقى ب 60 جنيه ولا مش عارفه ب 58 جنيه. ماشي كده. فبصوا ده بن محوج بالحبهان، اسمه ايه بيت البن، هجربه برده لو حلو هقول لكم. ب 40 جنيه، يعني في فرق، اقول لكم فرق قد ايه، ما يكون التاني ب 60 وده ب 40، فرق 20 جنيه يعني. يا ريت اتمنى ان هو يطلع طعمه حلو واكون ان انا وفرت. عايزه اقول لكم جوزي مش بتاع اللي هو مش بتاع الحاجات اللي ممكن تجربيها يعني، مش اللي هو ايه تجربي طب خد دوق. فانا هعملها ليه، لو حلوه هعمل له منها. مش هقول له انا غيرت البن كده واشوف رد فعله ايه يعني، انا عايزه اعمل له النهارده منه واشوف رد فعله ويقول لي انت غيرتي البن ولا لا يا مروه. هقول لكم. وبصوا برده جبت الاحتياطي، انا عندي بن تاني بس انا بحب اجيب البن يبقى عندي كتير. ده بن عبد المعبود محوج فاتح. بصوا جايبه اللي هو ال 200 جرام ده، جايباه ب 116، ده ال 200 جرام. انا من عشاق البن يعني. بصوا ما اقدرش اتخيل يومي يعني من غير القهوه خالص. ده ال 200 جرام بقى ب 116. انا من زمان ما جبتش ال 200 جرام، دايما بجيب ال 100. دلوقتي غلي بقى ب 58 جنيه. عايزه اقول لكم الاسبوع اللي من اسبوعين انا جايباه ب 47 جنيه ال 100 جرام، دلوقتي بقى ب 58 جنيه، يعني زاد 9 جنيه في اسبوعين اتنين، زاد 9 جنيه. البن عمال يزيد، واحنا بنشرب دراجز ولا ايه يا جماعه؟ بنشرب مخدرات ولا ايه يا ولاد؟ جبته برضو عشان لو جوزي ما عجبوش ده يبقى انا عندي ده يعني، اشرب انا ده بقى. اشربيه انت يا مروه، اشربيه كليه لو طلع في اي حاجه. لو حلو هقول لكم ان شاء الله. فانا لو حلو هستمر عليه بقى. يعني في فرق كتير جدا في السعر، فرق كتير جدا. بجيب ال 100 جرام ب 60 جنيه، ده ما شاء الله ال 125 جرام ب 40 جنيه. شايفين فرق 20 جنيه؟ تمام. وكل ما بتزودي طبعا في الكميه هتوفري اكتر. فانا برضو جايبه ال 200 جرام برضو يبقى عندي، وانا عندي اصلا ما شاء الله البرطمان كبير ازاز مليان بن، مليان من ده عبد المعبود محوج فاتح. مزاج يابا، ده الكيف يابا ده. بصوا قبل الاكل والشرب. اللهم صل على النبي. جبت ايه تاني؟ بصوا انا جايبه بطاطا في التلاجة، كنت مصوراها معاكم الفيديو اللي فات، لسه ما عملتهاش. هاجر بنتي بتحبها بالقشطه، بالقشطه كده والكريمه على الوش، واحطها لها في الفرن. وانا طبعا بموت فيها انا ومحمد وبليل يعني. جوزي ما بياكلش الحاجات دي ولا حبيبه، فانا بعملها دي. علبه القشطه دي ب 10 جنيه، بخليها في التلاجة او في الفريزر، وساعات بنغمس منها كده جنب الفطار. ماشي كده. هعمل لها بيها البطاطا باذن الله. وعندي سمنه بلدي حلو زي الفل كده، نعمل صينيه بطاطا في الفرن بالقشطه. علبه الزبادي دي بجيبها لي انا عشان باكل بيها الحاجات اللي هي زي ما انتوا عارفين، اللي هي بذور الشيا وبذور الكتان وبذور القطون، عشان تقلل الكوليسترول. كوليسترول ايه الكوليسترول؟ عشان عامله حميه زي ما انتوا عارفين، عشان الكوليسترول ما يرجع لي تاني ويعلى عليا. الحمد لله دلوقتي بقى مظبوط، بس انا عامله حميه عشان العك اللي بعكه كتير، باكل دهون كتير. انا بحاول يعني اظبط نفسي وما نسيتش نفسي. يعني عايزه اقول لكم انا ما بنساش نفسي. جبت ب 10 جنيه لب سوبر وب 10 جنيه سوداني. اللب السوبر الكيلو دلوقتي بقى ب 200 جنيه، والسوداني الكيلو ب 112. جبت ب 10 وب 10. تمام. لسه هرايه. روقت على نفسي بلب. ماشي كده. وروقت على نفسي بالعيش برضو اللي هو المرحرح ده عشان كان نفسي فيه. وجبت برضو ليا فطار برضو انا طالعه علينا فول ومسقعه وجبنه قريش بالقوطه
وبما ان محمد مش موجود ما رضيتش اجيب له البطاطس البانيه. يعني انا بجيب ايه يوميا، ده بنجيبه. نصحى الصبح افطر العيال شاي بلبن وسندوتشات لو قاعدين، وانا بعمل سندوتش صغير وقهوه بلبن، واجي بقى اما نيجي مثلا على العصر مثلا ناكل فول بقى وطعميه ومسقعه وجبنه قريش بالقوطه وبطاطس بانيه. بحبش لهم بقى تمام كده. وطبعا ما لقيتش في البطاقه عيش. بطاقه التموين انا امبارح واخده بجنيه عيش والباقي خدته فلوس، فجبت عيش سياحي ده الرغيف بجنيه. ماشي كده. جبت عيش سياحي برضه ريف تربيجه بالمسقعه والحاجات الحلوه دي، وانا فرحانه بالعيش المرحرح قوي. فرحانه بيه. انا لسه ما دقتوش على فكره، لسه ما دقتوش، يعني عايزه ادوقه. الله، طعمه حلو. طعمه حلو على فكره، صحي جدا. وبقى بالمرضى السكر بقى واللي بيعملوا دايت، يعني هو في داخل فيه ذره، دقيق ذره كتير، ودقيق ذره طبعا مش بيعلي. امم لا حلو. حلو. لايك للفيديو يا اخواتي، يا حبايب قلبي، يا جبارين الخواتي اللي هتكبروا بخاطري. عايزه اقول لكم انا والله العظيم، والله العظيم ربح القناه كل شهر بيجي لي دولار. يعني الدولار دلوقتي ب 50 جنيه، بيجي لي 50 جنيه ربح كل شهر. لو انتوا كرمتوا عليا وشفتوا لي الفيديوهات القديمه بالاعلانات، يعني كل يوم يشغلوا لي فيديو قديم، فيديو قديم، اختاروا فيديوهات كده من بتاعه ام انس القمر دي، ام انس الجميله العسل اللي هي في القناه. ده الفيديوهات القديمه عشان داخل القناه جديد. القناه الفيديوهات القديمه دي بتاعت ام انس مش انا، عشان انا برضو يعني ايه اللي داخل انا منتقبه، ممكن يشوفوني بالصور القديمه يفتكروني هو انا ام انس. لا مش انا ام انس. حبيبه قلبي واختي وحبيبتي ام انس، الفيديوهات القديمه بتاعتها حلوه جدا وروعه، اتفرجوا عليها. اتفرجوا لي كل يوم على فيديو او اتنين، سيبوا التليفون شغال بالله عليكم، سيبوه شغال. والله العظيم بصوا هتاخدوا اجر كتير قوي، لانكم بتفتحوا لي باب رزق ليا طبعا ولولادي. ربنا يا رب يكبر خاطركم ويجعلكم من جبارين الخواطر. اختاروا لكم كده فيديوهين ثلاثه كده في اليوم وسيبوهم شغالين كده بالاعلانات. الله، ويا سلام لو انتم من بره مصر. الله، لو انتم من بره مصر تشوفوا لي صفحه المعلن كده وانتم بتتفرجوا على الاعلان، هيجي لكم حته مكتوبه كده في الصفحه اسمها صفحه المعلن، دوسوا عليها وتصفحوها حته حته كده. يا سلام على الارباح، هتزيد. هبقى بدل ما اخد دولار اخد دولارات في الشهر. يعني فتح باب رزق المسلم. الله يكبر خاطركم ويحنن عليكم ويرضيكم. هشحت انا بعد كده قريب. جبر الله يا رب خاطر من جبرنا، ويفرح اللي فرحنا يا رب العالمين، ويفتح لنا باب رزق. يا رب يرزقنا جميعا الرزق الواسع يا رب، ويزيدنا من فضله يا رب العالمين. عايزه اقول لكم اللهم بارك، اللهم بارك، سوره الواقعه جميله جميله جميله. انتوا عارفين ان انا من زمان كنت بقرا سوره البقره، الحمد لله، ربنا يا رب يديمها عليا النعمه ويحفظها من الزوال. بقالي بس انا يعني ايه، كنت ممكن يوم ببقى تعبانه اسيبها كده. بقالي 3 شهور ما بسيبهاش ولا يوم، لو بموت بقراها كامله كل يوم. اللهم صل على النبي، اللهم بارك، قولوا ما شاء الله يا جماعه. جيت امبارح لما رتبت الهدوم الصيفي والشتوي، لقيت نفسي خلاص مش قادره، مش قادره والله العظيم. قعدت ارتبها لوحدي، وبعد ما رتبتها نظفت السجاجيد وفرشت الحفاظات وكنست الارضيه وطبخت بسله ولحمه ورز. اللي هو عايزه اقول لكم يوم مرهق كان قوي امبارح. جيت ما قدرتش، يعني 3 شهور ما سبتهاش يوم. جيت امبارح ما قدرتش، قريت 112 آية. قلت يا بنتي يا مروه طب اقري كمان خواتيم سوره البقره، لان هي بتحفظك، بتحفظنا الحمد لله. رحت قرياها ودخلت نمت، ما قدرتش افتح عيني حرفيا، ميته مقتوله. حتى النهارده المعهد انا ما رحتوش، انا بقيت واخداها منازل تقريبا، ومن ساعه تعب حبه بنتي كمان وانا واخداها الحمد لله منازل. الحمد لله عيالي ورا بعض كلهم تعبانين، بس انا بحمد ربنا والله العظيم ومش زعلانه، والله العظيم مش زعلانه. انا راضيه بقضاء ربنا، كل امر المؤمن خير. يعني انا بقرا سوره البقره وبقرا الواقع، وان شاء الله باذن ربنا يقدرني على لما ببتدي يومي بيها اليوم بيعدي. يعني عايزه اقول لك لما تيجي تبتدي يومك بيها قبل ما تخشي على دعكه الشقه بقى والمطبخ والمواعين واللحوسه اللي احنا بنبقى فيها طول النهار، باجي اخر اليوم بقراها بقى مرهقه. لكن أنا لما بصحى من النوم، كلت السندوتش الصغير بتاعي كده، اما اصحى بدري بقى، صحيان بدري حلو في كده، واروح شاربه واكل السندوتش بتاعي كده، الجبنه الجميل الحلو القمر ده، وحبه القهوه ام لبن العسل دول. اروح بقى ماسكه بقى ايه، ساعات ما بقدرهاش من المصحف، بقراها من التليفون الصغير بتاعي او التليفون بتاعي. اروح جايباها واقعد اقراها، بتبقى اسرع معايا. واقراها ما بتاخدش مني نص ساعه. اخلصها اروح قاريه سوره الواقعه، اخلصها اروح قاريه ما تيسر من المصحف لو انا قدرت. ماشي. اخلص، اخد لي بقى راحه كده هدنه، اقوم شايفه شغل بيتي وحاجتي، ابتدي بقى راجع الحاجات اللي انا واخداها في المعهد عشان ما انساهاش. عاملين لنا امتحانات على طول في المعهد، امتحانات امتحانات، ما بيسيبونيش. ابله سال والله يديها الصحه والعافيه ما بتسيبنيش، مراجعات مراجعات عشان ما ننساش، لان القران بيتفلت.
اللهم يرزقني حفظه يا رب العالمين. الحمد لله احنا ربنا تم علينا، خلصنا كده سورة المائدة بدأوا هم النهارده في الأنعام. انا ما روحتش النهارده، بس هم بينزلوا الحاجات اللي خدوها على الجروب الواتس، فانا بقوم مراجعاها بقى كأني قاعدة معاهم. يعني المرة اللي ما بروحهاش باخد الحاجات اللي خدوها وراجعها وانا قاعدة في البيت، وخدتها منازل الحمد لله، بقيت منازل. بس لما بيكون في امتحان ما بغيبش الحمد لله. ادعوا لي بس كده، لان بص يعني مسحوله في العيال، يعني الله يعين الامهات والله العظيم. احنا بنجاهد، واللي احنا فيه مجاهده في سبيل الله، ان انت في عز انشغالاتك. وطبعا بذاكر لمحمد وبلال من غير دروس. يعني بلال محمد ما خدش السنه دي، اول مره محمد ابني ياخد دروس السنه دي، دخل ماس وايطالي، مش مدخلاه غير ماس وايطالي. وبرده الماس انا متابعاه فيه بذاكره له، لان هو مهمل جدا. يعني محمد ربنا يهديه والله العظيم، مطلع عيني حرفيا، مطلع عيني. عشان مستجد في موضوع الدروس. امبارح راح درس الايطالي، كان ميعاده مثلا نقوله من 4 ل 7، جاي لي الساعه 10 ونص بالليل. يعني بصوا، يتصرمح كده مع اصحابه، ربنا يهديه والله العظيم، مطلع عيني حرفيا. وبلال تعبني طبعا في الكتابه والقرايه، بس ابتدى الحمد لله يقرا دلوقتي. نيجي بقى لصوت الواقع اللي بقول لكم عليها. بقراها يوميا وملتزم بيها بقى لي فتره. يعني انا يعني خليتها، دخلتها في الورد اليومي بتاعي. عايزه اقول لكم اللهم بارك اللهم بارك، قولوا ما شاء الله وصلوا على النبي. فعلا بتفتح ابواب الرزق، فعلا بتزود الرزق، حقيقي حقيقي. قول اللهم صل على النبي اللهم بارك، ما شاء الله لا قوه الا بالله. فانا نفسي الحمد لله ربنا بيفتحها عليا في الرزق، بس نفسي ربنا يرزقني من القناه. انا لسه الحمد لله يعني، نفسي ربنا يرزقني من القناه، وتبقى يعني ايه ليها مصدر رزق. فاتفرجوا على الفيديوهات القديمه بالاعلانات، عشان ربنا يكرمني كده، يبقى ليه مصدر رزق. يعني ربنا يكرمنا ويوسعها علينا. يا رب يفرح ويجبر خاطر كل اللي يشوف لي الفيديوهات القديمه بالاعلانات وما يتخطاش الاعلان. يا رب يفرح ويجبر خاطره يا رب العالمين. وانا على وضوئي كده وداخله عشان اصلي صلاه العصر، يا رب يفرح ويجبر كل اللي يشوف لي الفيديوهات القديمه بالاعلانات، ويقر عينه باللي نفسه فيه، ويجبره دنيا واخره يا رب العالمين. نفسي امسك الدولارات من القناه حقيقي والله العظيم. ربنا يفتح لنا ابواب الرزق ويرزقكم من نعيم الله وفضله يا رب العالمين. صلوا على النبي. واللي ما اشتركش في القناه ما يبخلش عليا بالاشتراك، واللايك بتاعكم بيفرق معايا يا اخواتي والله العظيم. يعني بقول ربنا يفرح قلب كل اللي بيكبر بخاطري باللايك ويشوف الاعلانات. دي حاجه يعني جبر خاطر، جبر الخواطر يا حبايب قلبي. خلاص انا هشحت والله، يعني فاضل لي اقول لكم ايه تاني؟ خلاص بقى، خلاص كده كتير عليا. نشوف العيش المرحرح ده. يلا الحمد لله رب العالمين على كل حال. ربنا يا رب يجعل الخير دايما في بيتنا، ويجعل بيوتنا بالخير دايما عمران. يا رب يجعل بيوتنا بالخير دايما عمران. اقوم بقى اشوف بقى اللي ورايا، ونخش على السحله. الحمد لله ان انا رصيت الشتوي والصيفي، وشلت الصيفي والشتوي، والحمد لله رب العالمين. ربنا يا رب يكبر خاطركم جميعا، ويعطيكم ما تتمنوا. اللهم اعطيكم ما تتمنوا، قولوا امين. ويعطينا انا كمان ما اتمنى يا رب العالمين. ويوسع عليا يا رب، يرزقني يا رب من وسع، ويكرمنا يا رب من فضله يا رب العالمين.